السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. اضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. آدم زرقان الدولي الجزائري لاعب يونيون سان جيلواز البلجيكي دخل أساسيا ضد جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا. قدم مباراة في القمة، كان متحركا في الوسط كالنحلة، يلعب في وسط الخط الدفاعي ويساهم أيضا في الهجوم. مرر تمريرة الهدف الأول لفريقه يونيون سان جيلواز بهذه الطريقة: انطلق نحو الجهة اليمنى وقدم كرة لزميله على طبق من ذهب. آدم زورغان كان رجلا للمباراة، تحصل على تنقيط 8.4 من المباراة، قطع مسافة 11 كيلومتر وكانت سرعته 27 كيلومتر في الساعة فاصل 6. أيضا كرته الدقيقة 88 تمريرة صحيحة. تخيل معي أن عن 11 كيلو فاصل 5 في المباراة، مسافة جري كبيرة جدا. آدم زرقان يثبت أنه لاعب في تطور مستمر مع ناديه يونيون ساجيلواز. نتمنى أن يقدم هذا الأداء الرائع والباهر مع المنتخب أيضا في كأس إفريقيا. تذكير لعب ضد الأتليتيكو رغم خسارتهم في المباراة الماضية، لكنه قدم مباراة أيضا جيدة. المهم نتمنى له كل التوفيق مع ناديه سان جيلواز وفي قدم مباريات الدوري أبطال أوروبا. نتمنى أيضا أن يتطور مع المنتخب الجزائري أكثر وأكثر، وأن يقدم نفس المستوى الذي يقدمه مع سان جيلواز. شكرا لكم، انتظروني.